السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وتحية طيبة مشاهدينا الكرام، حيث يريدنا خبر للتو عن مقتل 2 من الجزائريين من المعتمرين في المملكة العربية السعودية، وتحديدا بمكة المكرمة، حيث أقدم جزائري ينحدر من ولاية قسنطينة بقتل 2 من المعتمرين داخل الفندق. والآن كل وسائل الإعلام السعودية تنقل هذا الخبر مشاهدينا الكرام، لكن لا بيان من وزارة الخارجية الجزائرية لحد الآن عن هذه الحادث المؤسف الذي كان بمكة المكرمة. من هو المتورط في هذه القصة؟ لم يصدر أي بيان لحد الآن. نطلب من الله السلامة لكي مثل هذه الأعمال الشنيعة التي تحدث في حرم المكي، يعني سبحان الله، ناس رايحة تعتمر وهم راحوا يقتلوا في بعضهم. أسباب الجريمة أو خلفياتها لا نعلم لحد الآن، لكن الجريمة حدثت ويقال أنهم كبار في السن. هذا الخبر منتشر في الفيسبوك الجزائري بطريقة كبيرة مشاهدينا الكرام. فور ورود أخبار جديدة مشاهدينا الكرام سنكون في فيديو آخر تفصيلي من هم ومن أين يكون، لكن الأنباء تقول أنهم ينحدرون من ولاية قسنطينة. وكان هناك فيديو منتشر عبر الفيسبوك لجزائري يقول أو يروي هذه القصة من مكة المكرمة، ويصور عناصر الشرطة السعودية منتشرين في مكان الجريمة. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.